سلام. ان شاء الله اموركم طيبه واحوالكم بخير وعلى خير باذن الله. ولفت شويه لا روتين ديال المدرسه، الفياق بكري بيان سور لي لانش بوكس وهذا الشيء كامل. عموما نتمنى التوفيق والنجاح يا ربي لكاع الناس هذا العام وكاع الوليدات، ناس كبار وصغار واي واحد اللي بغى شي حاجه الله يعطيها ليه يا رحمن يا رحيم. القضيه ديال اليوم هي قضيه محلوله، يعني عارف اللي مجرم، ولكن بالنسبه للشرطه مازال ما قفلتش الملف. باش تفهموا مزيان تعرفوا التفاصيل اجي نشوفوا قضيه اليوم شنو كتقول. القضيه ديالتنا غدينا لولايه ميشيغان في امريكا. رجعنا واحد شويه ثاني القضايا الامريكيه. المهم تما فين كيسكن ديفيد كارتر. ديفيد هو واحد الشاب اللي كان طموح ظريف كيبغيو كاع الناس كاملين، اجتماعي، ومن مواليد 1973. في الوقت ديال القضيه ديالتنا كانت عنده 39 سنه. ديفيد كان كتربطو واحد العلاقه بواحد السيده اللي سميتها سامرا، كاين مواقع اخرين كيقولوا ساميه، المهم حنا نقولوا سامرا. بينه وبين سامرا من العلاقه ديالتهم غادي يولد عندهم واحد الولد اللي سميتو دي جي، يعني ديفيد جونيور. هما فاش كيولوا شي ولد كيعطيو سميت الاب كيزيدو ديك جونيور. حنا باش ما نتلفوش الاب غنسميوه ديفيد عادي، والدراري غنبداو نعيطوا ليه دي جي باش ما يتخلطوش لنا بجوج. المهم غينفصل على الام ديال الابن ديالو، ولكن غتبقى علاقتهم وديه ومزيانه، يعني ما بيناتهم شي مشاكل ولا شي صداع، بالعكس احتفظوا على العلاقه مزيانه على ود الابن ديالهم. واحد النهار ديفيد غادي توصلوا واحد الدعوه لواحد العيد ميلاد ديال الصديق ديالو. ملي غادي يمشي تما فين غادي يتلاقى مع تامارا ويليامز اللي كيعيطوا لها تامي. هاد تامي هادي كانت هي وديفيد كيقراو في نفس الليسي، يعني بجوجهم كانوا كيقراو مع بعضياتهم. بقاو كيرجعوا الذكريات نتاعهم اللي دوزو، اليامات نتاع الليسي كيفاش كانت كدوز، هضره كتجيب اختها. المهم تبادلوا الكونتاكت بيناتهم، ومن بعد غيدخلوا في علاقه بجوج، يعني ولات كتربطهم واحد العلاقه عاطفيه. كلشي كان غادي مزيان، كلشي كيعرفهم، عرف تامي على العائله ديالته. لحد الان الامور كلها غاديه مزيانه وبسيطه، والعلاقه كتجمعوا بتامي وبولدو وتاب الام تاع الابن تاعو. العلاقه مزيانه كي قلنا، العلاقه بيناتهم كانت غادا مزيان حتى نهار 28 سبتمبر 2018. فالتاريخ هذا غتكون دازت على العلاقه ما بين ديفيد وما بين تامي 6 ديال الشهور. كلشي كان غادي مزيان حتى لهاد التاريخ هذا. ديفيد ما غاديش يمشي للخدمه ديالته في المصنع ديال السيارات اللي قلت لكم. الاصدقاء نتاعو غادي يستغربوا، خصوصا كي قلت لكم هو واحد الشخص اللي كان مسؤول، يعني حتى كان ما غاديش يجي ولا شي حاجه كان كيبلغ قبل المدير نتاعو كلشي. غادي دوز 3 ايام من مورا هاد التاريخ، يعني نهار 28 29 حتى 30 وديفيد ما جاش للخدمه. انا فين واحد الزميل ديالو اللي خدام معاه غادي يستغرب بزاف وغيقرر انه يعيط للاخت نتاع ديفيد. ملي غيعيط لها غادي يقول لها راه ديفيد جي 3 ايام هادي ما جاش للخدمه، سما واش عندك عليه شي اخبار، واش عندك عليه شي حاجه، قولي لي مالو. اختو غادي تستغرب حيت حتى هي كانت كتحاول تواصل معاه، والا عيطت ليه ما كيجاوبش، ولكن ملي كتصيفط شي رساله ولا شي حاجه كيوصلوا ميساج ولا جوج. دابا غير بشويه وركزوا معايا على الاحداث. في نفس هذا الوقت هذا غادي تنوض اختو وراجلها غادي يمشيو للدار ديال ديفيد، غادي يبداو يدقوا ما كيحلهم حتى شي واحد. يدقوا والو ما كيجاوب حتى شي حد، ما كيحل حتى شي حد. يعني فين الزوج نتاعها غادي يحاول انه بحال يحل الباب، والباب فعلا غادي يتحل ليه. هنا غادي تبدا عندهم اكبر علامات استفهام، حيتاش ديفيد ماشي من النوع اللي كيخلي دارو محلوله، واخا كيكون كاع هو كاين في الدار كيسد من موراه بالساروت. وسعك انه الا خرج حيتاش كيدق وما كيجاوب حتى شي واحد. هنا فين غادي تستغرب اختو وغتعيط لباها ولمها. ماشي ماما، هي غتعيط لمامات ولدو، يعني سامرا اللي كنا قلنا. الاب ديالو غادي يجي وغادي تجي فعلا الام نتاع الابن تاعو، كلهم غادي يدخلوا للدار. ملي غيدخلوا للدار غيبداو يستغربوا واحد شويه حيت الدار واحد شويه مرونه. وديفيد كان من النوع اللي مانياك، يعني اللي من النوع اللي نقي بزاف، اي حاجه خصها تكون مستفه، كلشي خصو يكون نقي، كل حاجه خصها تكون في بلاصتها. واخا هما باقي مستغربين غيبداو يقلبوا في الدار، باش ما هما كيقلبوا باش ما تيبداو عندهم علامات الاستفهام اللي كتار، حتى غيدخلوا الغرفه ديال النوم ديال ديفيد. هنا هما كيقلبوا الاكس نتاعو اللي هي الام الابن ديالو غادي يجي في بالها انها بحال تقلب تحت الناموسيه. وهنا فين غتستغرب حيت ملي غتنزل راسها تحت الناموسيه غتلقى واحد البقعه كبيره ديال الدم اللي هي كاينه في الارض، وبحال شي واحد حاول يحرك الناموسيه، يعني يحرك السرير باش يدرك ديك البقعه نتاع الدم.
هنا غادي تبدا كتخلع وفي نفس الوقت كتستغرب. كي قلنا الناموسيه ما كانتش مرتبه ونيا جاتهم عاوتاني غريبه، حيت قلنا ديفيد راه هو مانياك، يعني كلشي خصو يكون مرتب. ملي غتحيد لي زار وغتحيد المخده غادي تلقى واحد البقعه ديال الدم اخرى وسط منها واحد الثقبه كبيره. هنا ما غتفهم والو. الاب نتاع ديفيد تا هو ملي غيكون كيدور واحد شويه في الدار، في الحيط ديال بيت النعاس غادي يلقى واحد الثقبه في الحيط. ومني غيشوفها بحكم انه كان هو جندي سابق غادي يعرف بلي هذيك الثقبه راه نتاع رصاصه. هنا فين غيامرهم كاملين انهم يخرجوا من الدار وغادي يمشيو ديريكتومون للبوست ديال البوليس باش يديروا بلاغ. وهما في الطريق المركز ديال الشرطه باش يديروا بلاغ ديال التغيب بالاسم ديال ديفيد، الاخت نتاعو غادي تحاول انها تعيط للصديقه نتاعو طامي اللي كتربطها به علاقه. فعلا غتجاوبها، وهنا فين غتصدمها وغتقول لها لا راه ما عندي عليه حتى شي خبار مده 3 ايام هادي حتى انا ما دويتش معاه. يعني تقريبا نفس التاريخ اللي قال لها الزميل نتاعو في الخدمه. قالت لها حتى انا راه 3 ايام هادي ما عندي عليه حتى شي اخبار، كنعيط ليه ما كيجاوبش وكيتواصل معايا بالرسائل، المهم راني ما عرفتش. هنا الاخت نتاعو غادي تستغرب حيتاش طامي كانت كدوي بواحد الطريقه اللي بارده، ماشي زعما علاش ولا كتحاول تلقاه ولا عندها تساؤلات عليه ولا بينات بلي راه عندها واحد الخلاع عليه. لا، ما كاين حتى شي رياكسيون. جاوبتها بطريقه بارده وسدات عليها الخط. يعني صافي، لا راه ما شفتوش بسلامه، بحال داك السيد ما كتعرفوش كاع. العائله ملي غتوصل للمركز نتاع الشرطه وغتشرح لهم الوضع كيفاش كان في الدار وشنو لقاو بالضبط، فعلا الشرطه ديك الساعه غادي تحرك لعين المكان وغتمشي للشقه نتاع ديفيد وغتعمل معاه على اساس انها مسرح الجريمه. يعني ماشي اول مره تقريبا الشرطه كدير واحد الرياكسيون ديريكت، ماشي كتبقى تقول لهم لا راه كبير ياك ما مشى بوحدو ولا شي حاجه. المهم غادا تفلي ديك الدار كامله، غتقلبها مزيان لدرجه انه حتى الازبال اللي على برا حاشاكم حتى هما قلبوهم ما خلاو حتى شي فرتيته. في نفس الوقت كانوا عائلته كيتصلوا بالمستشفيات بالاصدقاء نتاع ديفيد كاملين، كيحاولوا يتواصلوا معاهم، كلشي يسولوه هو زعما واش وصل عندهم شي حد بلا هويه. حتى البلايص اللي كيكونوا حاطين فيهم الموتى مشاو كيتواصلوا معاهم كيشوفوا ياك ما جا شي حد بالمواصفات نتاع ديفيد، ولكن ما كان حتى شي نتيجه. الناس كاملين كتقلب الا شخص واحد اللي ما كانش مسوق اللي هي طامي. كانت كتمشي الخدمه عادي، وهي بالمناسبه راه خدامه 2 خدمات. كانت اولا فرمليه وخدامه في واحد الوكاله ديال الاطفال. كانت كتمشي لخدمها عادي، كتصور وكتحط تصور في وسائل التواصل الاجتماعي نتاعها بحال زعما راه ما وقعش شي كارثه ولا ما كاينش واحد الشريك نتاع حياتها راه غابر. كتصرف في واحد الاستهتار اللي ما يمكنش، اللي خلى العائله تستفز وتشكى بلي راه شي حاجه كاين. خصوصا ان كانت طرات واحد الحاجه اللي غنقولها لكم دابا باش تفهموا معايا مزيان وما نتلفوش في التسلسل الزمني. كلشي دابا متفق بلي راه ديفيد ما شافوهش 3 ايام هادي اللي كيرجع لتاريخ نهار 28 سبتمبر. كي قلنا نهار 28 سبتمبر كانت واحد المباراه عند ديجي الولد ديال ديفيد، ديك المباراه نتاع كره القدم الامريكيه. وفعلا حضر ليها كلشي، حضر ليها حتى ديفيد وطامي تا هما حضروا معاهم هاد المباراه. كلشي كان مزيان، واخا ان الاخت نتاع ديفيد لاحظت باللي الوضع ما بين تامي وما بين ديفيد متوتر واحد شويه، ولكن قالت زعما راه عادي داكشي خلافات نتاع لي كوبل. لدرجه انه ديفيد كان جالس القدام في دوك البلاصات فين كيتفرجوا فين كيجلسوا دوك المدرجات فين كيقعدوا المتفرجين. ديفيد كان جالس القدام حدا سامرا، يعني حدا الام ديال الابن تاعو، وطامي كانت جالسه اللور. من الاخت نتاعو سولاتو علاش زعما ما جايش جالسه حداهم، قال لها صافي راه واحد شي وغتجي تجلس، يعني بحال ما تسوقش. ولكن ختو لاحظت باللي راه طامي كتشوف فيه بواحد الطريقه اللي فيها واحد شويه الغضب، خصوصا فاش كان كيضحك ولا كتشوفو كيتمازح ولا كيهضر، يعني كيدوي بواحد الطريقه شويه حميميه مع الام ديال الابن تاعو. ولكن في نفس الوقت قال زعما راه صافي داكشي مشكل بين لي كوبل ما غاديش ندخل فيه انايا. الغد ليه جا المباراة، يعني اليوم كانت المباراة، غدا كان من المقرر ان ديفيد غادي يمشي مع جيجي يقضيو شي غرض. هنا فين غتوصل الغد ليه غتوصل جيجي واحد الرساله من عند الاب نتاعو تيقول لي سمح لي راني مريض وما نقدرش نمشي معاك، خليها حتى شي نهار اخر. ولدو قال لي اوكي، ولكن الولد غيتفكر بلي نسى الشارجور نتاعو في الدار ديال الاب نتاعو. هنا فين غيمشي غيحل حيت عنده الساروج، فين غيلقى طامي كتغسل شي حاجه في الكوزينه، وغيلقى الغرفه نتاع الطبابه مسدوده، وهذه حاجه اللي كانت غريبه بالنسبه ليه. غيسولها الاب نتاعو غتقول لي راه ما تفيقوش، راه بحر وبحر ما نعس حيتاش مريض.
صافي غيخليه بلا ما تبرزطو. فعلا الولد غيهز الشارجور، غيوقف واحد شويه غيستغرب، ولكن يقول صافي ما كاين لاش كي قلت لكم ديجا غادي يستغرب واحد شويه، ولكن غادي يقول بلا ما نفيقو صافي مني راه هو عيان، غيهز الشارجور نتاعو وغادي يمشي في حالته. وخليكم عاقلين مزيان لهاد النقطه هادي، على هاد النهار هذا اللي مشى فيه ديجي للدار، حيت غادي نرجعوا ليه من بعد. المهم يعني دابا كملات عندنا الصوره هنا فين لو كيقولوا مادام اختفى 3 ايام هاجي، اختو كتقول اذا غتكون طامي هي اللي عندها شي علاقه بهذا الموضوع ديال الاختفاء، خصوصا كي قلت لكم هي اصلا لاحظت بلي راه كانوا واحد النظرات اللي غريبين وداكشي كامل. وفعلا غتقول هاد الشكوك هادو للبوليس، وغادي يعيطوا لها باش يديروا معاها زعما باش ياخذوا الاقوال نتاعها، خصوصا ان هي كانت اخر واحد اللي مشى مع ديفيد في اخر نهار شافوه الناس كاملين. باش نبقاو متبعين التسلسل الزمني، حنا قلنا ديفيد غبر نهار 28. نهار 28 ما عمر حتى شي حد باقي ما شافو. والديه مساقوا الخبر دازت 3 ايام. حطوا البلاغ ديال الاختفاء نتاعو نهار 2 اكتوبر 2018. ياك دابا حنايا غنخليو هادشي كله والقصه نتاع ديفيد وهاد الاحداث كاملين، وغادي نمشيو نهار 1 اكتوبر 2018 فين كانت واحد المسؤوله ديال على طريق السير ديال اوهايو رقم A75. كانت هي مسؤوله على دوك العمال اللي كيقطعوا الربيع في الجناب ديال لوطوغوت، في الجناب ديال الطريق السريع. ياك دوك العمال كانوا خدامين كيقطعوا داك الربيع اللي كينبت في الجناب ديال الطريق، حتى غيلقاو واحد سليب باك شنو هي بحال فاش نكونوا غادي بينا نخيمو، كنجيو معنا واحد اللعيبات اللي كيكونوا سخانين كنخشاو فيهم كنسدو بالسنسله. غنخليكم الصوره باش تفهموا اكثر. المهم العمال غادي يلقاو واحد سليب باك اللي مسدوده بالسكوتش. ياك هما في الاول غادي يشكوا، غيقولوا ياك ماشي حد مات الكلب ديالو وجمعوا بديك الطريقه وحطوا في ديك البلاصه، ولكن واحد من العمال غيقول لي ياك ماشي دري صغير اللي مقتول ومحطوط بديك الطريقه. المهم باش يحيدوا الشك غادي يعيطوا للشرطه. فعلا الشرطه ملي غادي تجي واحد منهم اول ما غادي يحل ديك السلسله غادي يبانوا ليه رجلين. هنا فين غادي يتصدم، غيعيط للطب الشرعي، غادي يطوقوا المكان وغيهزوا داك سليب باك وغادي يديوه للشرطه العلميه والطبيبه نتاع التشريح باش هي تقول لهم شنو واقع والمن نتاع من دوك الرجلين. الدكتوره ديال ملي غتوصل داك السليب باك وغتحلو غتشرح لهم بلي هذاك نصف جسد نتاع انسان، يعني من السره لتحت فيه من السره والرجلين. غتقول لهم بلي هاد النصف جسد كيرجع للذكر، غادي يكون يا اما اسود البشره ولا اسمر البشره، وانه شخص اللي كان طويل البنيه، يعني ماشي شي واحد اللي لا طاي ديالته صغيره، لا شخص طويل البنيه. وغتلاحظ بلي في وحده من الرجلين بجوج كان واحد الوشم اللي متميز ديال واحد الكلب من نوع بيتبول اللي عينيه حمرين، يعني في الوشم كان داير ليه بلي عينيه حمرين. فعلا غتاخد هي دوك المواصفات وغادي تعممهم في ميشيغان كامله، باش اي ولايه وصلها ماشي ولايه اي مركز نتاع الشرطه وصلوا دوك المواصفات غادي يشوفوا غادي يقارنها مع البلاغات نتاع التغيب اللي عندهم، واش كاين شي حد اللي فيه هاد المواصفات هادو، باش يعرفوا. ومنين يقول مثلا راه كاين شي واحد اللي شاكين فيه يهزوا لا دي ان ويطبقوا ويشوفوا واش هذاك الشخص هو ولا ماشي هو. نهار 3 اكتوبر 2018 المحقق اللي كان مكلف بالقضيه ديال ديفيد غادي يوصلوا التعميم اللي دارت ديك الطبيبه بالمواصفات نتاع دوك الرجلين اللي كانوا لقاو. فعلا المحقق ملي غادي يشدهم غادي يتصل بالاب ديال ديفيد وغيطلب منه انه يجي عنده المركز ديال الشرطه. الاب نتاعو ملي غادي يمشي غادي يبدا يسولو المحقق وغيقول ليه واش ديفيد كانوا عنده شي اوشام اللي متميزه خصوصا في رجليه. فعلا الاب غادي يبدا يوصف ليه نفس الوشام اللي هضرات عليه الطبيبه اللي قالت انه على شكل الكلب ديال من نوع بيتبول والعينين ديالو حمرين. هنا فين المحقق غادي يخرج الصوره من اللي كانت مرفوقه بالتعميم وغادي يقول ليه واش هذا هو الوشم عامل ايش كتهضر. هنا فين غيقول ليه الاب نتاعو راه هو هذا. وهنا فين غادي يقول ليه اكفس خبر اللي ما كيبغي لا العائله تعرفوا ولا حتى شي بوليسي انه يقولوا لشي اسره اللي عندها ولادها ولا شي حد في حاله اختفاء. قال لي بلي راه ديفيد غادي يكون مات، واللي الطامه الكبرى انه ما عندهمش حتى الجثه نتاعو كامله، راه لقاو غير النصف ديالو. الخبر غادي ينزل كي الساعه قاع الاب اللي بالدور تاعو غادي يوصلوا العائله كامله وكلهم غادي يتصدموا وغادي يكون عندهم واحد العزيمه وواحد الاصرار انهم بغيو يعرفوا شنو وقع ديفيد، خصوصا انهم هما متيقنين باللي الا كان شي حاجه سر كل هو عند طامي وراه هي السبب
ديال الاختفاء نتاعو، ولا كان طرات شي حاجه فهي طرات الليله نتاع 28 اللي زعما ما بين 28 و 26 في الشهر. نهار 5 اكتوبر 2018 كان جيجي يعني الولد ديال ديفيد كانت عنده واحد المباراه اخرى. المدرب نتاعو قال لي انك تقدر ما تلعبش نظرا للظروف اللي كيمر بها، ولكن الولد غادي يكون عنده واحد الاصرار انه ولا غادي يلعب، وبالعكس غادي يقول لي انا غادي نلعب بالاسم ديال الاب نتاعي باش يكون فخور بيا ديما. وباش تعرفوا راه داك النهار غلب في ديك المباراه. صراحه كيكون عندهم واحد العزيمه وواحد الاصرار وواحد القوه ما عرفتش من تيجيبوها بعض المرات. المهم داك النهار نيت يعني وهو في المباراة غادي يوصل اتصال الاب نتاع ديفيد غادي يقول ليه بلي راه طامي الشرطه لقات عليها القبض. الاسره غادي تفرح جوج الفرحات ان اخيرا يعني الانتصار نتاع ولده في المباراة، وبالنسبه لهم هما اخيرا انه العداله غادي تتحقق والشرطه لقات القبض على طامي. ولكن للاسف الفرحه ما تكملش حيت الشرطه غتلقى عليها القبض لمده 72 ساعه فقط. ومنين وغادي يطلقوها ملي غادي يمشيو الاهل غادي يسولو غادي يقول لهم بلي راه ما عندنا حتى شي دليل قاطع ان هي اللي دارت شي حاجه، خصوصا اننا ما لقينا عليها حتى شي دليل حتى الجثه ما عندناش كان يعني ما عارفين حتى سبب الوفاه. والماكسيموم اللي نقدروا نشدها فيه هو 72 ساعه. يعني دازت 72 ساعه وهي في التحقيق ما قال حتى شي حاجه وما اعترفت بحتى شي حاجه وما لقاو عليها حتى شي دليل وهما يطلقوه. نهار 10 اكتوبر 2018 يعني من بعد ما طلق السراح ديال طامي بيومين يعني بجوج ديال الايام غادي تلقى واحد الحقيبه في نفس طريق السيار رقم 75، واحد الحقيبه اللي هي سوداء وفيها راس انسان وسط من واحد البلاستيكه، يعني الراس مديور في بلاستيكه ومعقود في هنا وعاد مديور وسط واحد الحقيبه سوداء تلقات هي بجنب ديال الطريق. عاودوا هزوها وداوها لنص الطبيبه الشرعيه. نهار 16 اكتوبر 2018 غادي يجي واحد الاتصال اخر بلي تم العثور على واحد لافاليز اللي هي صغيره وملونه في نفس طريق السيار A75 وتما وكان وسط من ديالها ليزار وداك ليزار ملوي على جذع بشري واليدين ديالو. غادي تهز ديك لافاليز وداكشي اللي كان وسط منها وغادي يمشي لنفس الطبيبه الشرعيه وبنا ولا عندها الجسم ديال ديفيد كامل. يعني تقدر تحدد تفاصيل اكثر على شنو سبب الوفاه وكيفاش وقعت الجريمه. من بعد ما اكتملت الجثه كامله عند الطبيبه الشرعيه غتبدا دير دابا التحليل بواحد الطريقه اللي اكثر تحديد، حيتاش في الاول كانوا عندها بحال كتجمع غير شي احجيه. دابا ملي ولا عندها كلشي تقدر تعطي تفاصيل اكثر. وبالفعل غتلقى بلي ديفيد توفى برصاصه في الراس، يعني كانت من تحت اللحم وخرجت من الفوق. ما غاديش كانت قالت لك مسافه قريبه تقريبا انه بحال ما غاديش نقول سميتو كان لاصق على اللحم ديال ديفيد وما لقات حتى شي اثار اخرى لا دفاع عن النفس ولا زعما شي كدمات ولا حتى شي حاجه. هنا فين غادي تستغرب حيتاش كيقلنا حنا ديفيد كان من النوع اللي عنده واحد البنيه رياضيه وواحد الانسان اللي طويل ما يمكنش زعما انك دير فيه هادشي كله بلا ما يتحرك. وهنا فين غادي دير تحليل الدم ديال ديفيد بالفعل غتلقى بلي كانت فيه واحد النسبه نتاع منوم اللي كبيره بزاف. وهنا فين غتستنتج الطبيب بلي ديفيد خدا شي حاجه اللي كان فيها داك المنوم وحتى مشى نعس في الفراش نتاعو كلشي. عاد جات طامي ضرباتو البلاصه فين قلت لكم وتوفى. يعني ما لقاش حتى فرصه باش يحامي على راسو ولا حتى شي حاجه حيت جا كان مغيب ناعس. الطبيبه قالت بلي التقطيع نتاع الجثه كان واحد شويه عشوائي، يعني دار بواحد مواد اللي ماشي ديال شي حد لي بروفيسيونيل، يعني دار بسكاكين ديال المطبخ العاديه. ورجحات الامر انه طامي دارت ديك الحاله في ديفيد باش تسهل عليها انها تنقل الجثه نتاعو، حيت قالت لك غير يعني الجزء اللي تلقى في الاول من السره لتحت كان كيوزن 33 كيلو، يعني غتجيها صعيبه انها تحاول تهز الجثه كامله. داكشي علاش قررت انها تقطعها بداك الشكل. بعض المرات بنادم كيجيني مريض في مخه وحق الله شي انسان ما تفهمش كيفاش كيفكر ولا كيفاش كيقدر يدير شي حاجه بحال هكا. من بعد هاد الادله كامله وهادشي اللي جمعات الشرطه والطب الشرعي الاسره ديال ديفيد ولات كتسنى امتى طامي يطلق عليها القبض. وهنا فين غتجي اكبر صدمه حيتاش ما غاديش يلقاو لها الاثار. الشرطه كتقلب عليها في كاع البلايص ما كتلقاهاش. صورتها ولات متعممه في الاخبار وفي كاع لي بانو. والدين ديفيد ولاو دايرين مكافآت نتاع اي واحد لقاه ولا عنده عليها شي معلومه وعاون الشرطه. والو غبرات على وجه الارض. وهنا فين غتولي القضيه في ايد لي مارشلز.
هاد لي مارشاج هما الشرطة اللي كتكون مكلفة بالفرين من العدالة، وبالنسبة ليهم عندهم يعني بحال كاينين درجات، يعني كاينين مجرمين اللي خطيرين اللي كيكون هي متهرب مثلا بشي حاجه ماليه ولا شي حكم اللي عادي، ولكن بالنسبه للقضيه ديال تامي داروها في لاليغت، يعني من اكثر المطلوبين في امريكا. علاش؟ حيتاش اولا هي مطلوبه في جريمه قتل، ثانيا قدرت تشويه، يعني انسانه اللي خطيره قطعت جثه وحدها، ثالثا عندها كتسمى مسلحه حيتاش سلاح الجريمه ما لقاوش، اذا راه باقي عندها. هنا فين غادي يعمموا الاخبار نتاعها وغادي يبداو يقلبوا عليها وغادي يعمموا في العالم كله وفي النواحي نتاعهم كاملين، وهنا فين غادي يخرجوا الاوصاف واخر التحركات ديالها اللي قدروا يتوصلوا لهم. دابا غنقول لكم خط السير اللي عناد عليه الشرطه، ولكن ديروا في بالكم بلي هذا خط السير هذا راه ما عرفوه حتى بداو يقلبوا عليه، يعني حتى ولات متهمه رسميا. يعني غتقولي علاش ديك الساعه ما منعوهاش انها ما تمشيش لديك البلاصه، ولا حتى ما كان عليهم حتى شي ما عندهم عليها حتى شي دليل. يمكنش يجيو يقول لها لا ما تمشيش لشي بلاصه وهي ما عليها حتى شي دليل وماشي هي المتهمه الرئيسيه، ولكن دابا صافي ولاو متيقين بلي هي اللي ارتكبت هاد الجريمه. المهم نهار 16 لقاو بلي كانت باقا في ميشيغان، مشات لواحد المطعم كلات فيه، من بعد دازت الاي تي ام خرجت شي فلوس ومشات لواحد الفندق نعسات فيه. مع الصباح اللي هو نهار 17 غتمشي للمحطه ديال القطار، غتقطع تيكي وغادي تمشي لشيكاغو. ملي غتمشي لشيكاغو غادي توصل، غتعاود تقطع تيكي اخر لبنسلفانيا في نيويورك. ملي غتوصل لنيويورك غادي تمشي لواحد الفندق تما، غتبان اني دخلات. مع الصباح غادي تخرج، وهذاك غادي يكون هو اخر مره غادي تشوفوها في الكاميرات نتاع المراقبه. غتغبر، ما باقيش غادي يبان ليها الاثار، غيقلبوا لها فشحال من بلاصه ما غيلقاوهاش، ما عرفوهاش ما غبرت. ما تنساوش بلي تامي كي قلت لكم كانت هي خدامه في وكاله ديال الاصفار، يعني عندها معارف وعندها مصادر وكتعرف كيفاش تتعامل، عاد انها كانت عندها واحد الميزه اخرى انها كتعرف كيفاش تنكر. ورغم ذلك الشرطه متيقنه بلي كاين شي واحد اللي كيعاونها، حيتاش كيقولوا هما مبلوكين ليها لي كونت ديالها، ولا الا استعملاتهم غتطلع عندهم. مادام انها ما كاينش مين تجيب الفلوس، اذا كاين شي واحد اللي كيعاونها ماديا ولا على الاقل موفر لها فين تسكن. سولوا العائله نتاعها، العائله ديالها رفضت وقالت بلي ما عندها حتى شي تواصل معها وما عرفتهاش فين مشات. لان فين غتعمم الشرطه الاوصاف نتاعها، خصوصا واحد الوشم اللي عندها كبير في الكتف ديالها. هنا فين نشدوا جميع الناس اللي يا اما كيديروا لي تاتواج ولا اللي مكلفين انهم يمسحوا لي تاتواج، انهم الا جات عندهم شي وحده بهاد المواصفات ولا بهاد الوشم هذا بالضبط يبلغوا السلطات. يعني اي واحد شافها في اي بلاصه ياخذ الاحتياطات نتاعو اللازمه، حيت قلت لكم بالنسبه لهم دايرين لاليغت بلا راه انسانه خطيره، ويبلغ السلطات المكلفه. واليومنا هذا راه مازال ما تلقاش القبض على طامي. داكشي قلت لكم هي القضيه محلوله، عارفين شكون هي المجرمه، ولكن مادام انه مازال ما تلقاش القبض عليها الا والملف نتاعها راه مازال ما تسدش. حنا ديما في الاخر ديال كل قضيه كنحاولوا اننا نخرجوا بشي، يعني بشي حاجه اللي تفيدنا، ولكن في هذه القضيه صراحه الله ما عرفتش. حيتاش هنا عندنا عندنا واحد السؤال اكثر ما عندنا عبره نقدروا نخرجوا بها. واش اي انسان يقدر يكون واحد النهار طبيعي ولكن فرنشة العين يقدر يتحول لمجرم؟ يعني بلا رحمه بلا شفقه، اللي يقدر يجي واحد الحدث اللي صعيب انك تقتل واحد الانسان اللي كانت عندك به علاقه، ولو بيغ من هادشي كامل انك تقدر تقرضو وتشوهو ودير في دوك، يعني دير شي افعال اللي شنيعه في الجثه نتاعتو. والسؤال الاخر، عقلتو فاش قلت لكم راه الابن تاعو كان مشى عنده للدار، كلشي كيقول بلي داك النهار راه ديفيد كان ميت. هنا ولدو جا عنده اكبر سؤال، كيقول واش داك النهار كون انا حليت الغرفه نتاع الاب نتاعي، واش كان طامي غادي يتلقى على رقب داك النهار بالضبط وما كانش غادي تهرب، ولا كنت انا كنت غنكون الضحيه رقم 2؟ هذا سؤال صراحه الله اللي كيخليك حاير. وولدو ما عرفش باقي واش هو يعني بحال خد الاب نتاعو حيت ما حلش داك النهار وسام انه يطلق على رقب، ولا بالعكس الروح نتاع الاب ديالو قال لك ان هي اللي حافظت عليه وقالت لي انه يخرج من ديك الشقه وما يحلش الباب باش يحافظ على الحياه نتاعو، حيت على الاكيد انه كان غادي يكون الضحيه رقم 2. بكم نتوما تجاوبوا على هذا السؤال هذا وخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. نشوفكم ان شاء الله في القضيه الجايه، وبسلامه.